النهارده باذن الله هعمل معاكم الكوسه المطبوخه بطريقه حلوه جدا وخفيفه ولايت، تنفع للدايت بطريقه ممتازه وسهله وسريعه وكمان لذيذه. اهم حاجه تكون طعمها حلو لان طبعا كلنا ما بنحبش الكوسه. اول حاجه انا عندي كيلو كوسه منضفاه وغسلاه كويس ومقطعاه وعاملاه كده مضلعاه بمقوره البتنجان. هنزل بالمادة الدهنية بتاعتي، تكون سمنة بلدي او بيضة او صفرة، حاجة من الاتنين، او زبدة طبعا ما تكونش كتير، حوالي معلقة صغيرة مليانة. هنزل طبعا لان الدهون دي اللي بتزود في الوزن واحنا مش حاسين، فاحنا هنحط يعني بس حاجة تمشي لنا البصل فيها، يعني البصل يمشي فيها بس مش هنزود خالص. انا حطيت شايفين كمية بسيطة جدا، حوالي نص حوالي معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة. انا البصله بتاعتي مقطعه صغير كده، هبدا اشوحها لحد ما احس ان هي لونها اتغير. انا مش عايزاها بيضه عشان الصلصه بتاعتي ما تبقاش لونها فاتح، وكمان البصل يبقى باين في الصلصه ان هو فاتح. لا، انا هشوحها كويس لحد ما بس لونها يصفر. هنزل عليها بقى بنص او ربع، يعني على طرف المعلقه توم. هشوح التوم كويس مع البصل لحد ما ريحته تطلع. هو التوم ده انا بفرزه في الفريزر كده في برطمان، باخد منه على قد استعمالي. اول ما احس ان ريحه الثوم طلعت هنزل عليه برضو نص معلقه صغيره هريسه فلفل احمر. هي مش حراقه، يعني حراقه بسيط خالص، مش حراقه، بس السر في المعلقه دي بجد بتنقل الكوسه في حته تانية خالص. هي وفص الثوم اللي انا حطيته معاكم في الاول، يعني الحاجتين دول بيغيروا طعم الكوسه خالص. جربوه ان شاء الله هتعجبكم جدا بالطريقه دي. هشوح برضو الفلفل كويس كده مع الثوم والبصل قبل ما انزل بقى بالطماطم بتاعتي. هشوحهم كويس لحد ما احس ان ريحتهم طلعت كده. هكون مجهزه صلصه طماطم، اي نوع صلصه عندك بتستخدميه. دي حوالي معلقه كبيره صلصه طماطم. هنزل برضو اشوحها مع البصل والثوم وهريسه الفلفل الاحمر لحد ما احس ان ريحه الطماطم اللي هي بتبقى ريحه التعليب دي راحت. وبعد كده هنزل بقى بعصير الطماطم اللي انا مجهزاه، بس اهم حاجه يتشوحوا مع بعض كويس قوي لحد ما احس ان هي خلاص بقت ادتني ريحه حلوه يعني. تمام. هي خلاص كده تمام قوي. هنزل بقى بعصير الطماطم بتاعي. انا ضربه الطماطم في الخلاط ومصفياها، فهنزل بيها على الخليط اللي هو البصل والثوم وهريسه الفلفل والصلصه. بعد كده بقى هنزل بالتوابل بتاعتي، رشه جنزبيل، اهم حاجة عندي بحب احطها على اي خضار، رشة صغيرة جنزبيل ورشة صغيرة قرفة وملح وفلفل طبعا. دول ملح وفلفل، اقلبهم كويس وهسيبهم بقى يتسبكوا. هنا بعد ما خلاص دخلوا في التسبيكة، هنزل بقى في المرحلة دي بالكوسة بتاعتي عشان تتشوح الاول مع الصلصة قبل ما انزل عليها بالشرب. شفتوا احنا ما حطيناش اي دهون خالص غير هي نص معلقة السمنة اللي في الاول. بجد تنفع جدا في الدايت، ولو اكلت طبق كبير هتشبعي ومش هتحسي انك جعانه، ومش هتجوعي بسرعه، وكمان هتشبعك قوي، يعني هتحسي ان انت كلتي كتير، مش بقى اكلتي حاجات بسيطه وتحسي ان انت لسه جعانه. لا، بتاكلي طبق كبير محترم مع معلقتين رز مثلا وكده، خلاص حلو قوي يعني. وخدتي السعرات قليله جدا، لان طبعا الكوسه من الحاجات الحلوه جدا اللي بتنفع في الدايت. انا مجهزه عندي اللحمه سلقاها بالشوربه، هسيب بس الكوسه كده تتشمع شويه مع الصلصه وهنزل بالشوربه. طبعا خدني الكلام معاكم، نسيت اقول لكم ان انا سبتها تتشمع شويه مع الصلصه، يعني قلبت الكوسه مع الصلصه كويس وسبتهم دقيقتين مثلا، وبعد كده نزلت بالشوربه بتاعتي. وطبعا هنزل مع الشوربه برضو بكام قطعه لحمه كده عشان ياخدوا من طعم الكوسه والصلصه. انا مش حابه طبعا ان انا احمر اللحمه، فخليها كلها اكله خفيفه ولايت. فهنزل باللحمه برضو مع الكوسه، تاخد من طعم الكوسه ومن طعم الصلصه، وبقى طعمها حلو جدا. انا عايزاكم بقى اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلوا كل جديد. وجربوا الكوسه بالطريقه الحلوه التحفه دي، بجد هتطلع معاكم حلوه قوي وهتعجبكم جدا ان شاء الله. هنزل بقى باللحمه بتاعتي العدد اللي انا حباه. أنا يعني وقتها حطيت شويه، ما رضيتش احط كله. هحط بس كام حته كده يدوا طعم للكوسه وياخدوا من طعم الصلصه برضو، يبقى طعمهم حلو قوي.
هسيبها بقى تستوي ونرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. هي هنا خلاص يعتبر استوت، دخلت في السوا. شايفين؟ بجد حلوة جدا جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم.